يلا بينا يا جماعة. يعني معلش أنا آسف على التأخير، بس كنت بظبط شوية حاجات. آم، لكل الناس اللي تخش اللايف بقى يعني هستنى كده 5 دقايق لحد ما نظبط كده الدنيا دي. طيب بصوا يا جماعة، ده الحوض. تمام. ده الإضاءة بتاعتي، يعني ده الهاند، يعني دي إضاءة هاند ميد. أنا عامل الكشاف ده على إيدي. تمام. ده آخر ما توصلت بيه، يعني إن أنا أعمل حاجة شكلها. بص بقى، عشان الشبكة للأسف مزولاني جامد، فهنحاول كده إيه نتعامل من الحتة دي. طيب بصوا يا جماعة، احنا دلوقتي معانا ده طوب أحمر. معلش بقى الشبكة مش أجمل حاجة، فهنتعامل كده ايه مع بعض واحدة واحدة وهوريكم الدنيا شكلها عامل ازاي. ده زي ما قلت لكم طوب احمر جايبه من عند مينا الانطوني عشان خاطر اعمل بيه ارتفاع في الظهر من ورا. تمام. مش عارف الطوبة دي باين تقريبا ب7 جنيه او حاجة زي كده، او 7 جنيه ونص. فاتكلموا معايا بقى في المواضيع دي بقى ايه، موضوع الاسعار ده. انا كنت عنده النهارده بجيب رملة، فلقيت عنده موضوع الطوب الاحمر ده. انا بصراحه كنت بدور ان انا اجيب قله عشان خاطر اكسرها واحط فيها الارتفاع من ورا. ثواني اوريكم انا عملت ايه، جبت ايه. استنى. بصوا دي كانت فخار ومكسره، المفروض انا كنت هعلي بيه ورا، بس لقيت بقى ايه موضوع الطوب الاحمر ده لذيذ، ومينا بصراحه موفره. فوائد الطوب الاحمر ده ان هو هيعمل لي ارتفاع من ورا، وفي نفس الوقت هيعمل لي ميديا للطحالب، اسف، للبكتيريا ومستعمرات بكتيريه وكده. فالمهم ان احنا ايه هنبتدي بقى نعلي كده من هنا. مش عارف، انا حاسس ان الزاويه بتاعت الرؤيه كده مش حلوه، في نفس الوقت برضه انا النت مزولني مزاوله وحشه قوي. تمام. طيب يا رب النت يفضل كده يعني. بس زي ما انتم شايفين ده الطول اهو، بعلي فيه الارتفاع ايه في الظهر من ورا. بس هو بينزل لون احمر، تقريبا كان عايز يبات في ميه فتره اطول من كده. اما نشوف بقى ايه اللي هيتم. طيب هو في حاجه احنا سالناها قبل موضوع اللون الاحمر ده، ان احنا لازم بس الكلام ده مش لكل الناس يعني. الناس بتاعت افراد الميديا تك والهاي تك. انا بستخدم مثلا فيرمي كومبوست، بستخدم فيرمي كومبوست زي ده. تمام. لازم ليه تحويطه معينه عشان نبتدي ايه نقفل عليه كويس عشان ما يبهدلناش ويبهدل الدنيا ويطلع في الميه. طب زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ان احنا بنعمل تحويط الجرش كده اهو زي ما انتم شايفين. بنعمل تحويطه للجرش
عشان نحط جواه الفرمي. ونقفل عليه بعد كده. طبعا الناس اللي بتتابع معايا قبل كده وعارفه ان الفيلم بيجهز الميه جامد. كنت عامل حوض في رمضان اللي فات، بهدل الدنيا. في الاول اضطريت ان انا اعلي الارتفاع بتاع الجرش عشان خاطر يكتم الفيلم شويه ويهدي الدوران بتاعه في الميه. الخطوه دي مش بتاعت، ما انصحش باي حد في اللوتك، ما انصحش بيه اي حد مبتدئ ولا اي حد لوتك. الناس وصل لها المعلومه والشبكه شغاله تمام ولا في اي مشاكل. بس هننزل بقى بالفيلم بتاعنا. الناس اللي موجوده في اللايف يا جماعه اللي يقدر يعمل شير في الجروبات بتاعت الواتساب عشان الناس تيجي تتعلم معانا وتشوف معانا اللايف. بس احنا بنعمل بقى ارتفاع الجرش بتاعنا كده، ارتفاع الفيلم بتاعنا بارتفاع 1 سم. ده كان كيلو من الفيلم كومبوست. الناس بتاعت اللوتك والمبتدئين بلاش الفيلم كومبوست في اللوتك، ما بلاش طين، بلاش بيتموس نهائي اساسا في الاحواض المشروع مش 60 نسمه. محدش يعمل الكلام ده في اللوتك. بس اديني قلت اللهم بلغت اللهم فشل. الناس بتاعت اللوتك بلاش تدخل فيلم كومبوست خاطر هتكره نفسك واليوم اللي دخلته فيه. اللهم بلغت اللهم فشل. ثواني كده هيروح اجيب فيلم تاني وجاي. الناس اللي في اللايف يا جماعه بعملوا شير في الجروبات بتاعت الواتساب عشان الناس تدخل تشاركنا التجربه دي والمعلومه تعم على الناس كلها يعني. بس ده منظر الحوض بعد ما الفيلم اتحط. حبيبي استاذ محمد ربنا يبارك لك يا رب. يا جماعه ساعدونا عشان انا ايدي بس مش فاضيه. اعملوا شير في الجروبات بتاعت الواتساب.
لللينك بتاع اللايف عشان الناس كلها تستفاد. بس هاجي بقى بص ايه الطوب الاحمر بتاعي عشان نطلع بالبنايه بتاعتنا. نعلي الظهر من ورا. هنشوف بقى الدرس اللي معانا كده. انا خلصت شويه الكتب اللي انا كنت جايبها. المهم احنا هننظر بقى ايه نغطي الفيلم. عايز اقول لكم شكل احسن رمله تاني. انا قاعد بقالي اكتر من 5 ساعات بمسك في رمله بس شكل كده احسن رمله تاني. يا جماعه الرمله موجوده عند مينا، انا ما بشتغلش فيها، الناس كلها عارفه الكلام ده. موجودة عند مينا الأنطوني في اسكندرية، موجودة عند يوسف ستور أو يوسف ستور اللي موجود في الإبراهيمية. أنا بحب رملة الفلاتر. كده اتكلمنا قبل كده وعارفين الموضوع ده بسبب إن الورد للأسف اللي موجود في السوق سمعته سيئة جدا ومش كويس، وجربت قبل كده عمل لي مشاكل وحشه قوي بصراحه يعني. مش عارف ليه اشوف
اخواننا اللي في اللايف اللي يقدر يعمل شير باللايف بتاعه عشان الناس كلها تستفاد. تمام؟ طيب انا دلوقتي جيت عديت في الظهر ورا خالص وما علقتش هنا في الحته دي عشان خاطر انا افتكرت طبعا ان في فيرمي عشان استفاد منه في الجزء بتاع الزرع. بس في العموم يعني كل واحد حر في موضوع الارتفاعات ده، يعني في الاول وفي الاخر هي ازواج. تمام؟ طبعا الارتفاع بتاعنا المفروض في الجرش بيبقى مش اقل من 5 سم، مش اقل من 5 سم. انا هعلل لاكتر من 10، يعني شكل ورا كده هطلع في حدود 15 او كنقطه بالنسبه لي هتبقى 10. استنوني بقى، انا مش هفصل اللايف لحد ما اغسل شويه درش عشان للاسف الدرش خلص. ايه ده مش تقولوا يا جماعه؟ حبيبه الزحمد، حبيبه الزياد، مش تقولوا يا جماعه ان البتاع قلب؟ طيب ده بقى منظر الحوض على الطوبه. هروح اغسل شويه درش تاني واجي لكم في السريع. اصبروا بس عليا، اغسل كده كيلو ولا 2 كيلو عشان اجي اوريكم الموضوع هيبقى ماشي ازاي، عشان الموضوع مش شكله كده خالص. واللي عنده اي سؤال او اقتراحات يكتبها في الكومنتات لحد ما يقدر. والناس تساعدنا يا جماعه، الله يبارك لكم. تقريبا في حد محترم عمل شير لللينك وفي ناس ابتدت تدخل اهي، ربنا يجازيه خير ويبارك له يا رب اللي عمل شير. الناس تعمل شير في الجروبات عشان نكمل الحوض ده مع بعض ونشوف هيبقى ازاي. الشبكة معلش وقعت. هحط لكم التليفون كده لحد ما اغسل بس الجرش ويجي. يا جماعة اعملوا شير لللايف عشان الناس كلها تستفاد على جروبات الواتساب. معلش الشبكة مش أحسن حاجة. الناس موجودة، طب حد يكتب كومنت يقول لنا أي حاجة إن الدنيا شغالة يعني ولا الدنيا مش شغالة ولا إيه؟ اللايف كده شغالة يا جماعة، شايفين؟ أسوأ حاجة في موضوع
معلش الشبكة وحشة جدا، معرفش ايه اللي حصل وانا مش موجود. انا بغسل بس دلوقتي الجرش ده لان هو اسوأ حاجة بصراحة، هو غسيله يعني. وانا بصراحة كنت حاسب على كمية وطلعت انا عايز كمية. حد يكتب لنا كومنت. في حد معانا في اللايف؟ كده انا حولت، ده حاجة مرار طافح الشبكة دي. كده اللايف شغال يا جماعة؟ طب حد يقول حاجة طيب، عشان انا بصراحة عمال احول ما بين الشبكات وفودافون وموبينيل وحاجة تقرف، وعمال اجيب في مية زي ما انتم شايفين. انا عليت الجرش شوية، شايف في حبة بالغسل اهو. طبعا هجيب حبة واجيلكوا كمان. معلش يا جماعة بنعتذر على اللايف اللي اتقطع. اللي شايف اللايف يكتب لنا طب اي كلمة، اي كومنت. اخوانا حد في اللايف اخوانا ولا ايه؟ هل يسمعني؟ حاول. حد في اللايف اخوانا ولا البتاع شغال على الفاضي؟ حد يكتب لنا كومنت. مش عارف والله فعلها ولا ايه. اخوانا حد في اللايف، اخوانا الناس اللي موجوده في اللايف حد شايف حاجه؟ طب حد بيقول حاجه؟ حد معانا؟ مفيش حد بيقول اي حاجه. طب ما تقول يا عم ان احنا شغالين يا عم مصطفى، ما تقول طب يا عم ان احنا شغالين يا عم. اديني حس كده، قول لي ان انت موجود. طيب يا جماعه اللي موجود في اللايف وشايف اي حاجه يعمل لنا شير للناس عشان الناس تخش تاني اللايف وتشوف الدنيا. كده عليت من قدام 10 سم كويس جدا. هعلي بقى من ظهر النار. شايف ان البتاع ده هيبقى
استنى هجيب جرش تاني وجاي. حبيبي يا درش حبيبي، الناس تعمل شير يا جماعه لللايف ده عشان الناس تتعلم معانا. ايه في حد هنا؟ هل تسمعني؟ عاوز اعرف ايه في الارضيه قبل رمل الفلاتر. انا كنت حاطط فيرمي كومبوست في الارضيه تحت، بس الكلام ده انا ما انصحش بيه. الناس بتوع اللوتك عشان الفيرمي كده ليه بعض المشاكل شويه. تمام؟ بصوا ده بقى الارتفاع، منسوب الارتفاع بتاع الحوض. بص هنا من قدام عامل ازاي ومن ورا عامل ازاي. ده المنظر اللي احنا عايزين نعمله بالرسكبه. عايزين نعمل رسكبه. المفروض لنا شويه رمله كده بيتغسلوا جوه، هو حاططهم على الميه وجاي. ثانيه واحده هجيبها واجيلكم. يا جماعه في 2 في اللايف بس ولا 3 في اللايف بس؟ انتوا بتهزروا؟ ماشي.
طب حد في اللايف طيب سامعني ادرش؟ سامع صوتي؟ استهلكت 100% مش عارف ايه. اهو اللايف اشتغل اهو يا جماعه يا اخوانا. ايوه بصوا، عشان خاطر بس الشبكه كانت واقعه والدنيا ما كانتش تمام. هنا احنا علينا من قدام اهو، علينا من قدام ده بالظبط زاويه الحوض اهو، علينا من قدام اسف، وعلينا من ورا، وموطين الجرش من قدام على 10 سم. تمام. ولسه هنعلي بالجرش من ورا. هو المفروض اصول الحوض ده ان هو كان ياخد مني 15 كيلو جرش بس بالمنظر ده احنا ساحبين 25 كيلو، يعني شكاره. ربنا يسترها علينا. ظهري اتقطم جوه في الغسيل. ثواني بقى اروح اجيب اللي اتغسل وجاي. الناس يا جماعه تعمل شير لللينك بتاع اللايف عشان خاطر تكمل معانا عملية الحوض ده. انا جيت. حد هنا؟ طيب الحصوه اللي شغال فيها حصوه رمل فلاتر 2 مللي 3 مللي او 2 مللي 4 مللي. 2 مللي اقل تبقى
قليله قوي هتبقى تقفل التربه، وممكن تعمل عفونه في التربه في كل الاحوال، يعني في كل المستويات، مش شرط مستوى معين يعني. احنا بناخد الحصوه اللي هي ايه؟ اللي هي دي 2 مللي 4 مللي او 2 مللي 3 مللي. درش يا عم، الشام ما بردش ولا حاجه. حبيبي يا عمر، الحمد لله على السلامه. الرجاله وصل اهو يا جماعه. الناس اللي في اللايف، حبيبي يا استاذ عامر، الله ينور عليك يا رب. الناس يا جماعه اللي في اللايف يعملوا شير في الجروبات بتاعت الواتساب وفي الجروبات كلها عشان خاطر الناس تستفاد معانا. الناس ما يفوتهاش حاجه والناس تتعلم معانا. طبعا اللي لسه داخل، احنا فارشين طوب احمر في الظهر ورا. احنا بنينا حطينا السرطه طلعنا بالعواميد. بس هو في حاجه نسيت بقى انا اجيبها، اللي هي البرود باكت البكتيريا بتاعتي. ثانيه واحده هروح اجيبها واجيبها. انا جاي. طبعا جروب باكت بتاع البكتيريا عشان خاطر احطها في الركيزه تحت، تعمل لنا دوره بيولوجيه وتعزز النبات في النمو بتاعه. وظبط لنا موضوع الدوره البيولوجيه ده عشان كلنا عارفين الدوره البيولوجيه دي مهمه جدا. يعني انا مش هزرع دلوقتي عشان الناس بس ايه ما يكونش الخيال غايبه في ان انا هزرع دلوقتي. انا كده بعمل انتحار للزرع، لا يعني يوم كده ولا اتنين اشوف الدنيا اخبارها ايه. يا عمر بن عبد العزيز جايب فلتر ب 750 جنيه بهيم، الصرف مبهدل الدنيا. انا هقول لكم يا جماعه المصاريف بتاعت الكود ده كلفتني كام بالظبط، لان بصراحه انا اتفاجأت من الاسعار. يعني الواحد كان بيجي يأسس خد متر ما كانش بياخد المصاريف دي كلها. خد متر والله ما هحط المصاريف دي. انا داخل لي دلوقتي في بتاع 3 4000 جنيه عشان اسس خد بس. طبعا الاضاءه اللي انا شغال بيها زي ما انتم شايفينها دي لمبات هيليوس، بجيبها بالقانون بتاعها وبعملها هاند ميد عشان احسب اليومن بتاعي. اليومن بيتحسب ازاي؟ الطول في العرض في الارتفاع بتقسم على 1000 عشان تجيب عدد لترات الحوض. لترات الحوض ده مثلا عملوا معايا 80 لتر. هتاخد ال 80 دولت وتشوف انت هتشتغل على انهي مستوى. لو هتشتغل في اللوتك يبقى انت هتضرب في 20 اليومن، يعني هتضرب 90 في 20. الناس كده 80 في 20 اسف 80 في 20 يطلعوا حوالي كام؟ 8000 يومن ولا ايه؟ الناس بتوع الرياضه يا جماعه يحسبوا لنا كده يقولوا لنا. المهم يعني ان انت خلاص طلعت اليومن بتاعك هتقوم محوله لوات. الوات الواحد بيعمل 100 ليومن. الوات بيعمل 100 ليومن. سامعيني كده طيب؟ الصوت بعيد مش معاك مايك ولا ايه؟ الو ايوه حول.
ايوه الو، الصوت فيه صدى. ما انا في المزرعه يا طبعا، تقول اعمل ايه؟ شغال بشبكه شغال بشبكه تليفون، وعمال اتكلم من ودني. طبعا في ناس هتقول لي انت ليه عامل لايف؟ عشان احنا قبل كده عملناه، سجلنا كذا مره، سجلنا حلقات كتير وعملنا حلقات كتير. فاللايف برضه يفرق مع الناس، تشوف وهي بتتفرج، تشوف الاخطاء اللي بنقع فيها، الحاجات اللي ممكن نكتشفها واحنا شغالين مع بعض. لو حد عنده اقتراح يقوله، الكلام ده هيفرق قوي. يعني في ناس بتسال اسئله برضه وانا مبقاش واخد بالي منها، بس انا بقى هجيب شويه. ايوه يا ريس، خدت بالي. استنى هجيب اخر شويه رمله وجاي. اوعى الوحش، انا جاي. طب هي الارضيه كده الكميه مش كتير. طيب بصوا يا جماعه، انا هقول لكم تاني، فلتر الهيتو ده هيعمل تيار جامد عادي. ما احنا الحوض بتاعنا بتاع دوت 90 لتر. احنا هنجيب الكوز بتاعنا، كوز المحبه، عشان نملى ميه بقى دلوقتي ونتوكل على الله. الناس اللي بتسال بتقول الرمله عاليه ولا الرمله عاليه، عشان انا عايز اعمل لاند سكيب معين بارتفاعات معينه، فهو هياخد مني مساحه الرمله دي كلها. يعني هو بص، المسطره اهي، ادي المسطره اهي. انت بتتكلم في ان انا عامل ارتفاع من هنا اهو 5 سم من قدام، 5 سم تمام، من ورا عاملين ارتفاع 10 سم زي ما انا توقعته بالظبط. يعني زي ما انا حاسبها بالظبط 10 سم بالظبط. فاحنا طالعين من 5 متدرجين لحد 10. ثانية واحدة بقى املى المية وجاي. الناس شايفة تمام؟ أو المية بتملى. بصوا يا جماعة، الناس اللي بتسأل بتقول إن إحنا معليين من ورا جامد، ده عشان إحنا هنعمل لاند سكيب. لذيذ؟ طب لذيذ. الجنب الشمال من قدام باين إن هو أزيد من 5 سم. الجنب الشمال اللي هو ده يا عم ولا يهمك، المية كده كده هتملى وهتهبط كل الكلام ده. المية هتملى وتهبط كل الكلام ده وتساوي الرز ببعضيها. عشان كده احنا حاطين طوب احمر في الظهر من ورا، عشان خاطر لما الرمله تيجي ما تنزلش تبهدل الدنيا هنا. عرفتوا ليه بقى احنا بنحط طوب احمر من ورا؟ عشان خاطر مفيش حاجه تيجي ايه، بلاش. هي يا دوبك واخده المساحه بتاعتها كويس. يا رب.
بس احنا كده خلصنا الحوض تأسيس بنسبة 80%. أستاذ محمد فتحي بيسأل، حبيبي يا درش ربنا يعزك يا رب. أستاذ محمد فتحي بيسأل سؤال، بيقول طب احنا مع سؤال معلش، هو ايه الطريقة نعمل حوض سكيب طبيعي يبقى فيه أجهزة تغنينا إننا نغير مية وتحافظ على البيئة، ونحط احنا يا دوب مواد زي ما انت بتعمل، لأن أغلى حاجة في الموضوع تغيير المية. يا جماعة أنا بغير مية والله العظيم زي أي حد. تغيير المية ده موضوع لا غنى عنه. تغيير المية ده موضوع لا غنى عنه. أنا كل أسبوع بغير مية، ما أقدرش ما أغيرش مية، ما أقدرش نهائي، ما أقدرش ما أغيرش مية. أستاذ عامر قال كلمة جميلة جدا، تغيير المية بيساوي الروز ببعضيها. الراجل ده بيتكلم صح الصح. انا يا جماعه ما اقدرش ما اغيرش ميه، ده انا ساعات لما الاقي نفسي قاعد في المزرعه فاضي بقعد اغير ميه. تغيير الميه ده هو يعني رئه التنفس بتاعتك في الحوض، يعني لا بديل عن تغيير الميه. ممكن بقى فلتره، ان انت تشغل فلتر يساعدك على تنقية الميه كويس، ولكن مفيش حاجه تغني عن تغيير الميه، لان حتى هي ربنا خلق الطبيعة أصلا متجددة، إن هي المية بتتغير. خلي بالك اللايف بيقطع. أعمل إيه طيب؟ أنا شغال في شبكة، طيب هعمل إيه؟ طب إن شاء الله بعد ما نخلص الحوض هبقى أسألك إيه أسهل طريقة عشان نغير. عايزين طريقة تقدر الستات هم اللي يغيروا مية يا باشا. خرطوم بتسحب منه المية، وخرطوم زي ما أنت شايف بينزل مية. خلي بالك اللايف بيقطع، وربنا عارف يا جدعان اللايف بيقطع. اعمل ايه طيب؟ انا لو في البيت كنت هشتغل واي فاي. ايه رايكم في الخلفيه السوداء ده يا اخوانا؟ اخوانا ايه رايكم في الخلفيه السوداء دي؟ انا معاك اهو في اللايف، بس الشبكه عماله.
عاجبني، عايزه تتغير. بص يا استاذ محمد، استاذ محمد فتحي معايا. انا حاطط خرطوم اهو، هسحب بيه ميه دلوقتي عشان خاطر الميه معكره مش عجباني، فانا هسحب ميه والبتاع بيملى اهو. تمام يا استاذ محمد. والله يا استاذ محمد اعمل ايه طيب؟ الشبكات زي الزفت، اجيب شبكه من عندي؟ احنا تحت رحمه الشبكه، والله واقف في بلكونه، يعني انا الاوضه دي على بلكونه. انا شغال لسه بملى ميه اهو، ما عملتش حاجه من وراكم. انا سحبت الميه اللي